السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى سلام على أحلى مشاهدين، معاكم أم مؤمن. حبايب قلبي ومتابعينا الغاليين، معاكم أم دودي. النهاردة يا حبايبي بناء على طلباتكم احنا عملنا معاكم النهاردة الحليب المكثف المحلى، وعملنا معاكم صوص الكراميل، وإن شاء الله يا رب ينول إعجابكم. واحنا امبارح حبايبي كنا نزلنا المهلبية وكنا مستخدمين صوص التوفي فيها، فبناء على رغباتكم هننزلها النهاردة إن شاء الله عشان تعملوا الوصفة كاملة. هنبدأ إن شاء الله بالحليب المكثف المحلى زي ما حضراتكم شايفين. معانا نص كوباية مية مغلية، كوباية لبن بودر، كوباية سكر بودر، ومعانا قطعتين زبدة. هنبدأ أول حاجة حبايبي هننزل كوباية السكر البودر زي ما حضراتكم شايفين كده، ومعاهم كوباية اللبن البودر. احنا ممكن نعمل الحكاية دي حبايبي في الخلاط، بس احنا يعني عشان نبقى الموضوع سهل كده برضو اللي ما عندوش خلاط هنستخدم حاجة، هنعمل طريقة بدائية كده خالص باستخدام المضرب اليدوي العادي. وحبيبتي برضو ممكن حضرتك تضاعفي الكمية، يعني بدل ما تبقى كوباية تبقى كوبايتين. هننزل هنا حبايبي بنص كوباية المية المغلية، ونفضل نقلب جامد قوي لغاية ما تدوب خالص معانا، والخليط يبقى كله متجانس مع بعض. والزبدة بتبقى بدرجة حرارة الغرفة برضو، ولو لقيتيها برضو لسه معصلجة معاكي وما دابتش ممكن على حمام مية برضو تحطيها، او من الاساس ممكن تحطيه في الخلاط لو متوفر طبعا خلاط، فبيبقى سهل قوي. بس احنا عملنا كده عشان خاطر اللي ما عندوش برضو يعني مش هنقف على حاجة. اللي ما عندوش هيستخدم المضرب اليدوي العادي وهيطلع زي الفل، زي اللي بيتعمل في اي حاجة يعني بالمضرب الكهربائي او الخلاط. تكلفته بسيطة جدا يا حبايبي، والله مش مستاهل السعر اللي بيتباع بيه بره ده خالص، يعني خالص. هي كوباية سكر وكوباية لبن وقطعتين الزبدة وشوية المية. هي الحاجة الغالية اللي هو حبة المية يعني، بس مش مشكلة. عشان مغلية. ايوه. زي ما حضراتكم شايفين كده حبايبي، جميل وطعمه يعني بالظبط زي بتاع بره، وهنستخدمه في حاجات كتيرة. هنعمل فيه الايس كريم، ودخلنا ده قبل كده الحليب المكثف في المروار الاحمر اللامع، وبيدخل في حاجات كتيرة جدا. وانتظروا مننا برضو سلسلة كده ان شاء الله باستخدامات الحليب المكثف في الحلويات. احنا قلنا نعملوه بقى عشان يبقى خلاص انتوا عرفتوا بيتعمل ازاي، عشان اول ما نقول لكم اسحبوا البرطمان من التلاجة تعرفوا على طول تروحوا ساحبينه. عشان ما تقولوش الله طب احنا نعمل ايه. بصوا لونه حبايبي، الزبده خلت لونه بيلمع وجميل جدا جدا، والطعم تحفه. طبعا احنا هنخزنه يا جماعه في برطمان نضيف وهنحطه في التلاجة، لما نعوزه نبقى نطلعه على طول، ما نسيبوش بره. بيطلع احلى ايس كريم من الحليب المكثف دوت، وان شاء الله هنعمله معاكم باذن الله ان شاء الله يا رب. هنا حبايبي احنا صبيناه بس دلوقتي في الطبق عشان حضراتكم تشوفوه معانا. جميل. دلوقتي بقى حبايبي هنبدأ نستعرض معاكم مقادير الصوص الكراميل. عبارة عن 250 جرام سكر، و50 جرام عسل كلوكوز، ومعانا 200 جرام كريمة، ومعانا 10 جرام او معلقة كبيرة جيلاتين، ومية عادية خالص يا حبايبي ان احنا هندوب فيها معلقة الجيلاتين. هنا المية دي مش هناخدها كلها للجيلاتين، يعني هناخد شوية بس منها للجيلاتين وشوية نحطها على السكر والعسل. احنا حبايبي حضرنا بقى كزرولة كده على النار زي ما حضراتكم شايفين. هننزل بال250 جرام سكر زي ما حضراتكم شايفين، وال50 جرام العسل. بصوا حبايبي دلوقتي العسل الكلوكوز دايما تقيل، فانت لما تيجي تحطيه في حاجه ادهني الحاجه اللي هتحطي فيها بزيت كده شويه، هتلاقيه نزل معاكي اسهل. يعني هنا برضو نزل معانا اسهل. بيبقى جامد بيبقى فعلا. ولو هو جامد قوي معاكي وجامد ومش قادره تطلعيه ممكن تحطيه في حمام ميه، هتلاقيه فك معاكي شويه كده عشان تقدري تكيلي منه. هنا حطينا شويه ميه كده صغيرين قوي من الميه اللي احنا وريناها لكم دي، يا دوبك بس احنا عايزينها يعني ايه، يعني تبقى يعني تفكفك شويه السكر والعسل. وهنا في طبق تاني بقى حطينا الجيلاتين زي ما حضراتكم شايفين، معايا شويه ميه صغيره كده، وهنقلبهم مع بعض لغايه ما تسيح كده خالص. ويا جماعه الجيلاتين اول ما بيدوب وهتسيبوه شويه كده هيتماسك، هيبقى عامل زي الكتله المتكامله كده، فما تقلقوش ولا حاجه، ده عادي، ده الطبيعي بتاع الجيلاتين. احنا هننزله عادي على الكراميل على النار، هيبقى برضو وهيسيح مع الكراميل، بس لازم ندوبه الاول في شويه ميه صح زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا بقى حبايبي في الحله هنا اللي احنا حاطينها فيها بدات اهي تغلي. هنا دلوقتي نبدا نحرك بقى
لما لقيناها غلت كده نبدا نحرك الايه الحله معانا، وهنبدا برضو بالمضرب اليدوي ان احنا نحرك السكر اللي في النص ده لغايه ما تلاقي بقى الميه مع العسل الجلوكوز مع السكر بداوا كلهم يدوبوا. وعندنا خطوه مهمه جدا طول ما احنا بنسيح السكر والعسل الجلوكوز مع بعضه، ان احنا بنجيب طبق او كوبايه فيها ميه وبالفرشه كده وبنمسح الجوانب علشان السكر ما يكرملش معانا، ما يعملش حبيبات كده. لازم كل شويه نعمل الحركه دي، هيطلع لنا في الاخر صوص التوفي مظبوط ومش ما فيهوش حبيبات، هيبقى كله متجانس كده وسموسي كده. نعم، لان انتوا عارفين يا حبايبي ان ده يعتبر زي الشربات كده، طول ما هو بيغلي وطول ما هو على النار بينطر كده، بينطر السكر على الجوانب، فالجوانب دي مع السخونيه هتنشف، فبالتالي هتقع معاكي في الصوص فهيبقى شكلها وحش خالص. فملهاش لازمه، يعني هي الحركه بسيطه جدا، يا دوبك بفرشه او لو بمعلقه او باي حاجه، بس مش يعني بالتاكيد كلنا عندنا فرشه او منديل حتى بالليه ميه وعلى الجوانب كده وامسحي كل شويه. حتى يا جماعه لو احنا برضو بنعمل الشربات العادي بتاعنا، يعني ممكن نستخدم الوصفه دي فيها برضو بتمنع ان الشربات يكرمل كده ويبقى في حبيبات كده، بيخليه في ناس كتير قوي بتعمل الشربات وبعد كده تلاقيه بتقولك يعني بقى سكر كله من تحت، مسكر كله. لا، احنا لو عملنا الطريقه دي هيطلع شربات سليم. فاعتمدوها بالذات في الحاجات اللي فيها سكر وميه على النار، الحركه دي على طول. هنا حبايبي بدأ اهو، بدأ يا دوبك كده ياخد لون. لا بس لسه ماشي، يا دوبك لسه فاضل حبه، لسه يا دوبك كده على رأي ام دودي. هنا برضو بنقلب ايدينا فيه باستمرار، والحركه برضو اللي احنا قلنا عليها الفرشه باستمرار برضو في الجوانب عشان تطلع معانا، لان احنا كده مكلفين برضو، جايبين كريمه وجايبين، فعايزين برضو الحاجات دي كلها نعملها واحنا مطمنين ان النتيجه تطلع كويس. هي اللون كل ما ده عمال يغمق كده حبايبي لغايه ما نوصل للون اللي احنا عايزينه، اللي هو اللون البني الحلو، ما نوصلش للدرجه اللي هي البني الغامق عشان هيبقى مر. كل ما هيغمق قوي كل ما هيبقى مر، فاحنا نخلي بالنا وما نسيبش الكزرونه من ايدينا، خلينا معاها كده قدامها، ما نسيبهاش خالص عشان دي في لحظه ممكن على طول تتحرق. السكر ملوش كبير. السكر ملوش كبير. وخلي بالك برضو حبيبتي لان اللسعه منه برضو بتأذي فظيع. فظيعه. احنا ماشيين على مبدأ احدف واجري بس كده. هنا برضو دايما ايدينا على طول بالفرشه كده. هنا بقى يا حبايبي وصل معانا اللون. الله، بص اللون جميل ازاي، ما شاء الله، لون حلو قوي قوي قوي. اول ما نوصل للدرجه اللي احنا عايزينها دي حبايبي هننزل بالكريمه، بس خلي بالكم بقى واحنا بننزل بالكريمه شيلوا على طول الطاسه من على النار عشان هتفور. على جنب كده شويه لغايه ما تهدى. ارفعيها من على النار على طول، تهدى ورجعيها تاني. بصي هتلاقيه مسك كده السكر في الكريمه، ما تقلقيش، هو كده كده هيفك تاني، ما تقلقيش اهو. بصوا احنا كده رفعناها خلاص اهي من على النار اهي، ونفضل نقلب لغايه ما نلاقي السكر مع الكريمه كده كله داب مع بعضه وهيهدى. لما يجي يهدى انت تهدي النار خالص خالص كانك هتطفيها كده. يعني احنا مش عايزين زياده سوا، احنا عايزين بس هنفك بعد كده الجيلاتين بس على الصهد يعني ده. هننزل بقى بعد كده بعد ما نوصل للدرجه اللي احنا عايزينها كده خلاص، وان هو كله تمام خلاص كده، هننزل بالجيلاتين اللي احنا كنا مدوبينه في شويه ميه. الجيلاتين ده بيعمل ماده ربط في الصوص، عشان لو نزلناه على تورتايه لو اي حاجه، لو نزلناها على التورتايه هتتماسك، ما تسحش وتنزل كده، لا هتبقى متماسكه وماسكه نفسها كده في التورتايه وشكلها حلو. حبايبي برضو صوص الكراميل ده ليه احنا استخدمناه قبل كده معاكم، عملنا بيه قبل كده كريم جانتيه للتورته الفور سيزون، وممكن تعملي انت تورته بالكراميل كله زي ده كده، بتدوبيه وبتصبيه على التورتايه زي نظام بالظبط المروار الاحمر بالظبط، هو بيقوم بنفس النتيجه، وبتشبحيها بقى التورتايه ممكن بالمروار بتاع الشوكولاته. صوص التوفي ده حبايبي بيدخل في حاجات كتيره جدا، مع الوافل ممكن تعملي وافل، تعملي كريب، بتزوقي منه. انت لو عندك حتى كريم، عندك شويه ايس كريم وعامله بوله ايس كريم وبتاع، ممكن تزوقي عليها بالصوص التوفي. احنا عملنا المهلبيه وحطيناه عليها،
حاجات يعني ممكن تستخدميه في حاجات كتيره جدا. وممكن تنكهي بيها الكريم جانتيه، يعني انت عندك مثلا كريم جانتيه عادي، انت ممكن تحطي معلقتين صوص توفي فيها، فهتبقى الكريم جانتيه بنكهه التوفي. هتعملي حاجات كتيره قوي، يعني تفكيرك هيوسع، هتستفيدي بيها كتير. هنا حبايبي صبيناه اهو. جميل جميل الطعم، تحفه تحفه تحفه. طبعا احنا لما هنحطه في التلاجة هيجمد يا حبايبي، يعني هيجمد. لما تعوز نسيحه عشان نستخدمه هنحطه في الميكرويف او في حمام الميه. بس حبايبي لما تيجي تصبوه على الكريمه يكون يعني سايح بارد، ما يبقاش سخن كده علشان ما يسيحلكيش الكريمه. تمام. طبعا يا اما كريمه لباني يا اما كريم جانتيه عادي عادي مش هتفرق يعني في جميع الاحوال. هو طعمه تحفه 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 بصراحه. احنا هنستخدم حبايبي الحليب المكثف ده في ان احنا هنعمل ايس كريم، ممكن نعمل بيه ايس كريم ونزوقه كمان بالايه، بالصوص التوفي. يبقى كده عندنا طبق حلو قوي ممكن نعمله في رمضان بعد صلاه التراويح كده ناكله. برضو التوفي ده حبايبي تعملوا منه توفي لاولادكم، يعني ممكن تجيبي مثلا مكعب التلج ده وتصبي فيه وبيجمد معاكي وبيبقى طعمه توفي تحفه. والله تحفه جميل، احلى من بره. والله احنا جبنا الحاجات اللي من بره برضو بصينا عليها بصه، لا خالص، اللي احنا بنعمله طعمه مختلف تماما واحلى مليون مره. ما عاملاها وحاجه عاملاها نظيفه بايديكي يعني، وتبقي شاطره كده. تبقي شطوره. هنا بقى دي صلصه صوص التوفي، وادي الحليب المكثف المحلى قدامكم، ويا رب كده يعجبكم وتجربوه حبايبي. يلا حبايبي، نتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتنور رضاكم كده وتجربوها باذن الله وتعتمدوها معاكم في رمضان باذن الله. يلا حبايبي مع السلامه. مع السلامه.